في الحر المروحة بقت أهم جهاز في البيت بعد التكييف طبعاً. بس ممكن تشتري مروحة وتكتشف إنها مش مناسبة ليك. إحنا غالباً بنشتري على أساس السعر بس، من غير ما نعرف الفرق بين الأنواع والمقاسات، وفي الآخر بنتعذب من الصوت أو إنها ما بتغطيش المساحة أو بتاخد حيز كبير في أوضة صغيرة. النهاردة هنتكلم عن أنواع المراوح وإمتى تستخدم كل نوع وأحسن الموديلات الموجودة دلوقتي في السوق. واسمع الفيديو للآخر علشان تعرف نصايح تخلي مروحتك تشتغل بكفاءة وعمر أطول. معظم الناس بتشتكي من 3 حاجات في مراوحهم: الصوت العالي، التهوية الضعيفة، أو الحجم اللي مش مناسب للمكان. وال3 دول ليهم حل واحد: اختيار النوع الصح من البداية. في الفيديو ده هنتكلم عن 5 أنواع ونشرح الأماكن المناسبة لكل نوع: مراوح الستاند، السقف، الحائط، المكتبية، والبوكس. كل نوع ليه مميزاته واستخدامه، فخلينا أشرح لك كل نوع بالتفصيل. النوع الأول المروحة المكتبية، صغيرة الحجم، بتحطها على المكتب أو فوق أي قطعة أثاث. مناسبة جداً لو مفيش مساحة على الأرض أو محتاج هواء مباشر عليك بغض النظر عن باقي الغرفة. ميزتها إنها هادية ومناسبة للنوم والشغل وبتاخد مساحة صغيرة جداً، لكن عيبها إن الهواء أقل من المروحة الأرضية، فمش هتبرد أوضة كبيرة، وكمان صعب تغير مكانها لأنها مرتبطة بسطح زي ما قلنا. ودي أمثلة موجودة في السوق: فريش، 3 شفرات لتدفق هواء أكتر تركيزاً، 3 سرعات، محرك قوي، مقاس 16 بوصة. تيفال بتوفر مروحة المكتب سايلنس فورس تدفق هواء أكتر بنسبة 30% بفضل شفراتها ال6. تكنولوجيا التشغيل الصامت اللي بتضمن هدوءاً تام، 3 سرعات، 3 خيارات توجيه الهواء بسهولة تامة، 16 بوصة. النوع التاني مروحة الحائط، بتتثبت على الحائط وبتوزع الهواء على الغرفة كلها. ميزتها الكبيرة إنها بتوفر مساحة، خصوصاً لو مفيش مكان على الأرض أو سطح أثاث مناسب، وكمان بتدي تغطية أفضل خاصة في الغرف الصغيرة أو لو في أطفال، لأنها أأمن، بتلف يمين وشمال تلقائياً، فبتوزع الهواء في أكتر من اتجاه مش جهة واحدة بس. عيبها إنها محتاجة تثبيت في الحائط وهنحتاج شنيور لعمل ثقوب، ودي أمثلة موجودة في السوق: مروحة تيفال سايلنت فورس 16 بوصة مع جهاز تحكم عن بعد، الشبكة بلاستيك عشان ما تصديش، 6 شفرات هادية في الريشة، 3 سرعات، 3 مستويات توجيه. مروحة ميانتا 18 بوصة، جهاز تحكم عن بعد مزود بتايمر 12 ساعة، يمكن التحكم في اتجاه دوران المروحة، 3 سرعات، تدفق هواء قوي بسبب قطر الريشة، جهاز تحكم عن بعد، 16 بوصة، محرك قوي لتدفق هواء مثالي، 3 سرعات. النوع الثالث المروحة الستاند، من أقوى الأنواع في التهوية والتوزيع، ومناسبة للصالة أو أي غرفة كبيرة. بتيجي غالباً بمقاسات 16 أو 18 بوصة، وكل ما قطر المروحة يزيد كفاءة التهوية بتكون أعلى، علشان كده تعتبر الاختيار الأول لمعظم البيوت المصرية. عيبها الوحيد إنها بتاخد مساحة على الأرض، فمش مثالية للغرف الضيقة جداً. ودي أمثلة موجودة في السوق: فريش ستاند الشبح، مقاس المروحة 18 بوصة، مزودة بريموت كنترول، 3 سرعات، 3 ريش بلاستيك لتدفق الهواء، محرك قوي لأقصى توزيع للهواء، تايمر 8 ساعات. الأقوى في الهواء سوناي، المقاس 16 بوصة، 3 سرعات، 4 شفرات متطورة، تايمر مدته 8 ساعات، ستاند رأسي متحرك، ريموت كنترول. الأفضل في السعر تيفال، مروحة تيفال سايلنت فورس، تتميز المروحة بتدفق هواء أقوى بنسبة 30% بفضل شفراتها ال6 المدمجة مع شبكات انسيابية هوائية من غير أي إزعاج بسبب التصميم الصامت. بتيجي مع جهاز تحكم عن بعد صغير الحجم وسهل التخزين، 3 سرعات قابلة للتعديل، وتايمر 8 ساعات. أسهل مروحة في التجميع، بتيجي قطعتين بس وهي الأهدى في فئتها. النوع الرابع المروحة البوكس. النوع ده مختلف شوية، شكلها مربع وبتشتغل بطريقة مختلفة، مصممة تسحب الهواء من جهة وتضخه من جهة تانية، وده يخليها مثالية لتجديد هواء المطبخ أو سحب الهواء الساخن بره الغرفة. ينفع تتحط على الأرض أو فوق المكتب، وده اللي بيفرقها عن باقي الأنواع. مناسبة جداً للمطبخ والورش والأماكن اللي محتاجة تهوية مستمرة. أمثلة موجودة في السوق: سوناي، المقاس 14 بوصة، 3 سرعات، 5 شفرات متطورة، شبكة دوارة، تايمر تحكم تصل مدته إلى 120 دقيقة. فريش بوكس، مقاس المروحة 12 بوصة، تايمر ساعتين، 3 سرعات، تعمل بهدوء. سوناي بوكس 12 بوصة، 3 سرعات، 5 شفرات متطورة، شبكة دوارة، تايمر تحكم تصل مدته إلى 120 دقيقة.
النوع الخامس مروحة السقف. دي الحل الكلاسيكي في البيوت من زمان. مميزاتها إنها بتوزع الهواء في الغرفة كلها بشكل متساوي، مش في اتجاه واحد. بتيجي بمقاسات زي 48 و56 بوصة، وكل ما المقاس يكبر مساحة التبريد بتزيد. كمان صوتها هادي ومناسبة للنوم، ومش بتاخد أي مساحة في الأوضة، وبتشتغل لفترات طويلة. عيبها إنها ممكن تغير مكان الإضاءة، لأنها غالباً بتاخد مكان النجفة في نص الغرفة. أمثلة موجودة في السوق: سوناي 5 سرعات، 3 ريش، مانع للاهتزاز والذبذبة. تورنيدو مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة، لون أبيض، مزودة ب3 ريش معدن و5 سرعات. فريش جهاز تحكم عن بعد للمروحة والإضاءة، بتشتغل بتقنية البلوتوث. وصلنا للجزء اللي معظم الناس مش عارفاه، نصايح بتخلي مروحتك تبرد بكفاءة أعلى وتعيش عمر أطول. النصيحة الأولى: حط المروحة مقابل الشباك في الليل مش قدامه. الفكرة تسحب الهواء الساخن من الغرفة وتضخه بره، فالهواء البارد من الخارج يدخل تلقائياً. ده أفضل بكتير من المروحة في وشك مباشرة. النصيحة التانية: حط المروحة الستاند في الزاوية مش في المنتصف. من الزاوية الهواء بيتوزع على الغرفة كلها بشكل أكفأ، لأنه بيرتد من الحوائط. النصيحة الثالثة: سيب مسافة ورا المروحة، خاصة البوكس، لأنها بتحتاج مساحة لتجميع الهواء قبل ضخه للأمام، وخاصة لو وراها ستاير، لأنها ممكن تشفطها، إما تسد التبريد أو الأسوأ تدخل جوه للريشة. النصيحة الرابعة: نظف ريش المروحة كل 4 أسابيع. التراب على الريش بيقلل كفاءة المروحة بنسبة ملحوظة. النصيحة الخامسة: حاول دايماً ما تشغلش المروحة على أقصى سرعة إلا للضرورة أو لفترات قصيرة، لأن المروحة مش مصممة إنها تشتغل على أقصى سرعة لفترات طويلة. ده بيقلل العمر الافتراضي للمروحة بشكل كبير. النصيحة السادسة: لو لقيت المروحة مش قادرة تقوم على السرعة الأولى أو بتدور ببطء، دي مشكلة مش كبيرة. ابدأ بسرعة أعلى وبعدين انزل للسرعة الأقل، بس مهم جداً إنك توديها للصيانة في أقرب وقت، لأن الحل غير مكلف في الأول بس، ولو كملت على كده الفترة هتضر الموتور ضرر كبير وممكن يتحرق. النصيحة السابعة: فك الشبكة والريش واغسلهم بعد الموسم، وحط زيت محرك سيارة على أكس المروحة للمحافظة على أقل احتكاك، وده بيزود عمر الموتور ويخليها جاهزة للعمل في أول الموسم القادم. جرب النصايح دي وهتحس بالفرق فوراً. وبكده نكون اتكلمنا عن 5 أنواع مراوح والفرق بينهم وإمتى تختار كل نوع، مع أهم النصايح اللي تزود كفاءة المروحة وتحافظ عليها. كل الموديلات اللي اتكلمنا عنها هتلاقيها على moodyhan.com، والروابط في الوصف. وسؤالنا ليك: عندك مروحة حالياً؟ نوعها إيه؟ وإيه أكتر مشكلة بتضايقك فيها؟ اكتب لنا في الكومنتات، ولو محتار بين موديلين هنرد عليك. ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل أسبوع فيديو عملي يساعدك تختار صح.